ازيكم؟ اهلا بيكم في قناة ريحانة. النهاردة معانا ريفيو عن كيك من ماي واي، كيك الفراولة من ماي شيف، شركة ماي واي يعني. كيكات بجد بتاعتهم بتبقى حلوة قوي، بتبقى مظبوطة، بتبقى لذيذة جدا جدا. وكمان سعرها بيبقى حلو قوي. يعني دي كان سعرها 15 جنيه، العلبة دي سعرها 15 جنيه. ممكن تلاقوها في اماكن تانية اغلى، ممكن تلاقوها في حتة تانية اقل، كل واحد بقى على حسب المكان اللي هو فيه وعلى حسب يعني ضمير الناس اللي بتبيع بصراحة، مهم يعني. فلذيذة جدا وبجد طرية وهشة، وبتبقى حلوة قوي قوي قوي. جربت كل الحاجات بتاعتهم، الشوكولاتة والبرتقال وكله حلو قوي. فراولة كمان بجد لذيذة، انا ماليش قوي في كيك الفراولة بس حبيتها. خطيرة ولذيذة. تقدروا ان انتوا بقى تعملوها. طبعا الكيكات اللي بتبقى كده بتبقى سريعة جدا، تحطي عليها المقادير الحاجات اللي باقية وخلاص. كان نفسي اوريكم الكيك نفسه بس للاسف اتنسف بسرعة من كتر ما هو كان لذيذ. فتقدروا ان انتوا تحطوا بقى انا استخدمت زيت، ما استخدمتش زبدة. بس ده الحاجة اللي انا غيرتها، بقيت الحاجات تمام زي ما هي، 3 بيضات واللبن وبس. تقدروا ان انتوا تخفقوها بقى بعد ما تحطوا بقيه المقادير، وطبعا الفرن يكون متسخن. وبندخلها في اي قالب بقى عندكم حابين تقدموا فيه الكيك، وبس بتطلع معاكم منتهى السرعه والسهوله. حابين بقى تزوقوها باي حاجه تقدروا ان تعملوا كده. هما كمان بيبقوا حاطين بقيه الكيكات او بقيه النكهات اللي عندهم. هي الحاجه الوحيده اللي مجربتهاش هي الريد فيلفت بس انا جربت البرتقال كتير، وجربت الشوكولاته كتير، وجربت الفانيليا. لا، ما بجيبش كيك فانيليا بصراحه، بحس ان هو حاجه يعني مش مستاهله يعني. احنا بنجيب النكهات عشان بتبقى احلى وقويه. جربت البندق منهم، دي مش البندق، دي سوبريم كيك، برضو حلوه. فهم كيكاتهم حلوه وسعرهم بيبقى يعني كويس الى حد ما يعني عن الكيكات اللي بره، وجودتها بتبقى كويسه جدا 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 يعني. متقلقوش من الموضوع ده، جربوها. يعني من المنتجات الحلوه يعني. وبس. يا رب النهارده ريفيو يكون عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، ريفيو جاي. باي باي.